السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض العرق التربيانكو او العرق الفليتو بطريقة سهلة جدا وبسيطة زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، يعني حاجة يعني شكلها جميل وشكلها يفتح النفس وسهلة وبسيطة جدا جدا، لان احنا ساعات بنشتريه من بره ونوديه يتسوى بره برضو في مكان للتسوية وكده، فبيتكلف يعني مبلغ محترم. بصوا الجمال، شايفين لونه عامل ازاي؟ ولا مفتل ولا اي حاجة. نبدأ كده بسم الله على بركة الله. معايا هنا العرق تقريبا 3 كيلو بالظبط. طبعا كنت انا منضفاه، بس كان فيه بس حاجات بسيطة كده زوايد زي ما انتم شايفين. انا كنت جايباه من الراجل، يعني مش موضبه قوي، وانا كملت بقى تنظيفه زي ما انتم شايفين. تمام كده. بدأت اغز كده العرق كده غزات بالسكينة عشان احط فيها فصوص ثوم. انا حطيت في العرق بالظبط 6 فصوص ثوم. على الجنب اللي هو الشمال ده حطيت فيه 3 فصوص، وكمان قلبته على الجنب اليمين ده، بحيث بقى ايه يبقى موزعه كده الثوم بتاعك عشان يدي ريحه جميله للعرق، بيديله ريحه وتست عالي جدا جدا جدا. يبقى انا كده جبت 6 فصوص ثوم كنت مقشراهم ومجهزاهم. تمام، ودخلتهم كده ايه في العرق بتاعي زي ما انتوا شايفين. تمام كده. هندخل بقى على المرحله التانية اللي هي الخيط، الدبارة. طبعا ما كانش عندي الدبارة البيضة ديت، فمش هوقف يعني الدنيا، فكان عندي خيط اللي هو الكروشيه، استخدمته عادي جدا، ما بيحصلش اي حاجة. هي الفتلة تخينة، بس يعني ايه قضت الغرض. بجيب كده العرق واجيب الخيط وزي ما انتوا شايفين واربط كده بالطول. تمام، اخد عقدة كده. لو انت ما بتعرفيش تعملي العقدة بتاعة الجزار، عادي امسكي الخيط ولفيه كده كأنك بتبرميه على حاجة. تمام. انا باخد هي ما كانتش واضحه قوي في الكاميرا، ما هو انا ما كنتش واخده بالي. انا باخد الخيط والفه على ايدي كده زي عقده، وادخله في العرق واقوم شاده الفتله، فبيطلع معايا الشكل اللي هو بتاع الجزار ده. لو انت مش مستوعباها او مش هتقدري تعمليها، فتقدري تجيبي الخيط وتلفيه وتبرميه على العرق، برضو بيبقى شغال، مش هيحصل اي حاجه وبيطلع زي الفل. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، انا وصلت لنص العرق اهو اتلف. بصراحة الخيط ده كان جميل برضو، يعني ما كانش في فرق ما بينه وما بين الدبارة اللي هي اللي لونها ابيض دي. هنربط بقى كده العرق، يعني ايه؟ بلاش تربطي الخيط عليه قوي، يعني ما تجزيش الخيط قوي، لان هو لسه لما يروح ياخد صدمة على النار هتلاقيه انتفخ كده وكبر معاكي شوية. فعشان الخيط ما يبقاش عامل فيه كده برضو ايه، تحسي كده حتة عالية وحتة منخفضة. خلي الخيط مهوي يعني شوية. طبعا كان معايا هنا البهار بتاعي، مش هزود اي بهار خالص، اللحمه بلدي وزي الفل، وانا عايزه احس بطعمها. يا دوب انا جبت معلقه ونص ملح ومعلقه فلفل اسود، معلقه الشاي، ودهنت كده العرق بتاعي كده، رشيت عليه من فوق ومن تحت ومن الجناب، زي ما انت شايفه كده. مفيش اي بهار تاني، مفيش اي افتكاسات تانية، يا دوب الفلفل الاسود والملح، لان اللحمه بلدي، العرق بلدي وغالي، فلازم احس بطعمه يعني وبريحته كده وبجماله. كفايه الثوم عاطي ريحه عاليه جدا جدا جدا. تمام. هاخده كده بقى ايه، ابيته في التلاجة كده لتاني يوم، لو انا هشتغل فيه تاني يوم. حابه انت تعمليه في نفس اليوم عادي خالص، بس انا ما كنتش محتاجاه في اليوم ده. انا بس جهزته كده على بيات ودخلته بقى التلاجة، وتاني يوم جيت بقى اشتغلت فيه. جبت صينية كبيرة كده علشان تكفي العرق بتاعي. حابة تشتغلي بزبدة، بس هتتحرق منك على طول، لان هو بيقعد شوية ياخد صدمة على النار. فانا حطيت، كان عندي زيت، زيت حلو كده، زيت نضيف. حطيت كده تقريبا نص كوباية زيت في الصينية، ونزلت كده بالعرق بتاعي زي ما انت شايفة، ياخد صدمة كده من الجناب بتاعته، علشان كده المسام بتاعه كده يتقفل.
ولما نيجي نقطعه تلاقيه كده ايه، تقطيعه كده متساوي، مش مفتل مش مفرول. لازم تدي للحمه صدمه. تمام. بص انا اديتها كده على الجنب ده ولونها احمر كده. طبعا كنت مجهزه جنبي بصلايه كبيره مقطعه، وكمان 4 فصوص توم كبار، وورق لورا، وحبهان، ومستكه، ولو عندك قرنفل يبقى 2 قرنفل. تمام. وحطيتهم كده ايه، ما حطيتهمش في الاول، انا حطيتهم لما العرق كله اخد الصدمه، علشان لو انت حطيت الخضار بتاعك كده من البدايه هيتلسع منك. حابه تضيفي جزر، كرفس، تضيفي كوسه، بطاطس، اي حاجه عندك ضيفي. بس انا استكفيت بالبصل والثوم والبهار، لان دول بصراحة اللي بيدوا طعم رهيب، بغض النظر بقى عن الجزر والكلام ده كله، كل ده اصلا كلام يعني ما بحبوش. عاوزين نحس بطعم اللحمة بتاعتنا. انا كده جبت كوبايتين مية سخنين، ونزلت كده على العرق بتاعي بيهم، وغطيته كويس بالفويل كده علشان يستوي. قعدت على النار تقريبا ساعتين. ساعة على نار متوسطة كده، وبعد كده هديت عليه النار خالص واستوى براحته. تمام. عاوزة تدخليه الفرن دخليه الفرن، عاوزة تشتغل على البوتاجاز من فوق ماشي. انا بقى كده طلعته ودخلته التلاجة 4 ساعات، لحد ما مسك نفسه كده والمسام اتقفل. السكينة دي طبعا كانت تلمة جدا جدا، معرفتش اشتغل بيها. زي ما انتوا شايفين بتقطع بالعافية. فانا هغيرها بقى كده واقطع العرق، وارجع لكم تاني عشان تشوفوا شكله بعد ما اتقطع. شوفوا الجمال، شايفين المسام مقفول ازاي، ومستوي جدا جدا جدا، كان بصراحة طري عامل زي البغاشة. هنا بقى ايه، انا كنت قطعت العرق بتاعي كده اختصارا للوقت. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لونه جميل وريحته تحفة تحفة. وتقدري بقى تعملوا له الصوص بتاعه. لو انت مش بتحبيها نرش بس كده ايه رشة بقدونس نكتفي بيها. تمام. لو حابه تاخدي الصوص بتاعه بقى كده ايه، تجيبي معلقه زبده ومعلقه دقيق، وكانك بتعملي بشاميل كده، وتقومي ايه منزلاه على العرق بتاعنا. بس انا بحبه كده يعني ساده، وكنت عامله جنبه بقى محشي، وكنت عامله رز بسمتي وكده بقى ايه يعني رضا قوي. ويا رب يكون بقى الوصفه عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.